السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ما شاء الله غادي نشارك معكم كسكسو بالدجاج والقرعه معسل اللي كيجي بنين معلك ولذيذ. اول حاجه غادي نبداو بها هي هنايا في برمه، درت هكا شويه ديال الزيت الروميه وشويه تاع الزيت البلديه، خلطت ما بيناتهم. كنزيد هكا واحد البصله ما كبيرش بزاف، كنطحنها في الهاشوار صافي، كنخلطها مزيان مع ديك الزيت. بالنسبه للزيت راني مكثر شويه البنات. غادي نزيد الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق، انا تقريبا درت معلقه صغيره عامره. غادي نزيد معلقه صغيره عامره مزيان ديال سكينجبير، ونص معلقه صغيره تاع الابزار. غادي نزيد معلقه صغيره عامره مزيان ديال الخرقوم، وغادي نزيد هنايا واحد الطريف ديال الدجاج. انا درت واحد الفخيضه كبيره هكا شويه، نتوما غديروا الكميه اللي بغيتو. كنخلط داكشي كله مزيان وكنخلي ديك البصله كتشحر مزيان مع اللحم. هانتوما حتى كتشحر مزيان. من بعد كنزيد واحد الحبه ديال المطيشه هكا اللي كتكون شويه كبيره، ما تكونش عاوتاني كبيره بزاف. كنطحنها مزيان بالقشره والزريعه ديالها، كنزيد على ديك البصله وداك اللحم وكنعاود نخليهم يتشحروا مزيان مزيان مزيان، ضروري من هذه المرحله. هنا بالنسبه للكسكسو انا درت نص كيلو، انت غديري شحال ما بغيتي. كنزيد معاك واحد شويه ديال الزيت الروميه وكنحاول نبسبس داك الكسكسو مزيان حتى كتلبس ليا مزيان بهذيك الزيت. من بعد كنسقيه بالماء. بالنسبه للماء ما كنكثروش بزاف عاوتاني اكثر من القياس البنات باش هكا ما كيتعجنش لينا، المهم كنديروا القياس وصافي. من بعد كنوزع داك الكسكسو في القصريه وكنخليه يتشرب. هانتوما هني من بعد ما تشحرت ليا مزيان ديك البصله مطيشه، ضروري من هذه المرحله هذه، حيت هذه المرحله هي اللي كتكون السر ديال هذه المرقه باش كتجينا معلكه وخاتره. هنا من بعد ما تشحروا ليا مزيان كنزيد الماء الكافي. هنا ما كنكثرش الماء بزاف صراحه لان ما عنديش الخضره بزاف. صافي من بعد كنزيد نص زلافه ديال الحمص، غديري شحال ما بغيتي انت ديال الحمص صافي. وكنخلي ديك المريقه حتى كتبدا كطبخ. هنايا في كاسرونه كما كتشوفوا معايا درت القرعه، غديري شحال ما بغيتي. انا درت ربعه، قطعت هكا طريفات صغار، كنزيد معها راس معلقه صغيره ديال الملحه وكنديرها فوقها فيه مهيله حتى كطيب، كطلق الماء ديالها لراسها وكتبدا كتعسل. هنا كنرجعوا الكسكسو من بعد ما تشرب مزيان داك الماء، كنحاول نحلوها كما بين يدي باش هكا ما كيبقاش لينا مكور صافي. ومن بعد كنديرو في الكسكاس. هنا قبل ما كندير داك الكسكاس فوق البرمه كنزيد بعدا واحد شويه ديال كنور ديال زعفران شعره، ولا يمكن لك ديري زعفران شعره اللي كان عندك. وكنزيد نص معلقه صغيره ديال السمن كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. بالنسبه للسمن راه ما حارش بزاف صافي. كنخلي داك الكسكسو حتى كيطيب تقريبا واحد نص ساعه، لان كندير ليه غير جوج ديال التصفيرات البنات، هادشي علاش كنطيبو مزيان صافي. هنا من بعد ما تفور ليا التصفيره الاولى عاد كنزيد خيزو البنات، كنخليه حتى لهاد المرحله هذه لان دغيا كيطيب صافي. من بعد كندير داك الكسكسو هكا في القصريه، كنحاول نحلو مزيان بالفرشيطه لان في هذه المرحله كيكون سخون بزاف صافي. غير كيبقى كيدفى لي واحد شويه ومن بعد كنستعمل يدي. هنا كنحاول نحلو مزيان باش ما كيبقاش ليا مكور. كنزيد شويه ديال الملحه اللي كتبقى على حساب الذوق، وغادي نزيد واحد شويه ديال الزيت الروميه تقريبا 2 معالق كبار بحال هكا صافي. وكنحاول نحلو مزيان ما بين يدي. غادي نزيد واحد شويه ديال الماء في هذه المرحله، ما كنكثروش الماء بزاف البنات صافي. من بعد كنوزعو في ديك القصريه وكنخليه حتى كينشف. وبالنسبه للقرعه هنا من بعد ما طابت راه ما كنزيد ليها لا ما لا حتى شي حاجه، كنخليها كطيب على عافيه معيله حتى كطلق داك الماء ديالها لراسها صافي. من بعد ما كطيب مزيان كنحاول نمعكها مزيان هكا بواحد المعلقه. كنزيد راس معلقه صغيره ديال القرفه، يمكن لكم تزيدوا. وغادي نزيد معلقه صغيره ونص ديال سنيده. انا بالنسبه ليا سنيده ما كنكثرهاش في القرعه لان اصلا كتكون هكا حلوه، وبالنسبه للحلاوه راه كتبقى على حسب الذوق. كنزيد معلقه صغيره ديال الزيت الروميه، وغادي نزيد واحد شويه ديال المزهر كيبقى اختياري، يمكن لكم تزيدوا حتى شويه ديال الزبده كتعطي مذاق زوين بزاف صافي. كنبقى نخلط داكشي كله مزيان على عافيه مهيله وكنخلي ديك القرعه حتى كتعسل مزيان وكتنشف. كنرجع للكسكسو هنا من بعد ما تشرب، كنحاول نحلوها كما بين يدي باش ما كيبقاش لينا مكور، وكنعاود نردو يتفور الفوره الثانيه. هنايا في كاسرونه كندير شويه ديال الزبيب، غديروا الكميه اللي بغيتو. كنزيد معاك شويه تاع القرفه، واحد شويه تاع الزيت الروميه صافي. وكنديروا فوق عافيه مهيله حتى كيطيب وكيبدا كيتنفخ وكيتشرب حتى داك الماء ديالو صافي. هنا من بعد ما طاب وتنفخ وتشرب حتى داك الماء بقى فيه غير واحد شويه، كنزيد السنيده اللي كتبقى على حساب الذوق صافي. وكنخلطو، ما غادي ندير لا ما زهر لا حتى شي حاجه صافي. كنخليه حتى كينشف مزيان من هذاك الماء وكيتعسل. هنايا القرعه من بعد ما تعسلات مزيان كنزيد عليها شويه تاع المكسرات اللي مهرمشين. غديروا المكسرات اللي بغيتو اللي كانوا عندكم، كنخلطهم مزيان. وبالنسبه للزين كيبقى اختياري. انا هنايا غادي ناخذ واحد شويه ديال القرعه، كندير هكا كرات تقريبا، غادي نخرج منها شي 4 ديال الكرات. من بعد غادي نغمسهم في هذاك الزنجلان البيض، او اللي يمكن لكم ديروا زنجلان عادي، او اللي يمكن لكم ديروا لوز ايفيلي اولا كاوكاو ايفيلي، اولا المهم الزين كيبقى اختياري صافي. كناخذ هكا دوك الكرات كنغمس لهم داك الوجه ديالهم في داك الزنجلان البيض. راه يمكن لكم تخليهم غير هكاك البنات بلا ما دوزوهم لا في الزنجلان لا حتى شي حاجه صافي. من بعد كنزينوا هكا بنص ديال الكركعه من الفوق. ها نتوما كما كتشوفوا كيكون هذا هو الشكل ديالهم، كيجي زوين بزاف وكيجي راقي وصافي. هنايا من بعد ما صافي كسكسو طاب المريقه طابت، هانتوما
كندير داك الكسكسو في الطبسيل، ومن بعد كنسقيه مزيان بديك المريقه اللي كتجي معلكه وكتجي خاتره. ها نتوما كما كتشوفوا كيجي فيه واحد اللوين اللي زوين بزاف. كنسقيه مزيان داك الكسكسو. من بعد غادي نزيد داك الطريف ديال الدجاج اللي درت، غادي نزيد حتى خيزو. هادشي علاش قلت لكم البنات كنخلي خيزو حتى لديك المرحله الثانيه عاد كنديرو، لان دغيا كيطيب وبهكا البنات ما كيريش. صافي كنزيد هذاك الحمص من الفوق كنوزعو مزيان. كنزيد حتى داك الزبيب من بعد ما تعلك ليا حتى هو مزيان. كنحاول نوزعو بهذه الطريقه. صراحه الزبيب بوحدو كيجي زوين احسن من اننا نديرو البصله، وكتبقى عاوتاني على حسب الرغبه ديالكم. كنزيد حتى ديك القرعه معسله كتجي بنينه بنينه بزاف. وصافي هنايا من بعد ما ساليت كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالنا بالدجاج بالقرعه معسله والزبيب الحمص وخيزو. كيجي زوين بزاف معلك، والمريقه كما شفتوا معايا كتجي خاسره. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو تخليو لي واحد اللايك وتعليق محفز، وبسلام عليكم حتى فيديو جديد ان شاء الله.